رحت المطبيه بقى لقيت صحن كده ملوش استخدام عندنا، فقمت جايبه تمام وقلت ننزله على البار على طول، وقمت جاي حاطط فيه الرمل اللي انا كنت استعملته المره اللي فاتت لعلبه التونه، وبدات اصفي الرمل كويس. وده على فكره من المعلومات المهمه جدا عشان الناس اللي بتقول انا بطول عليكم في الفيديوهات، فانا بطول لمصلحتك، لان الرمل عامه لو فيه زلطه ولا حاجه ممكن تاذيك وممكن تعور لك عينك ولا بتاع، فانا مش عايز اشتغل ذنب حد، فعلشان كده انا بحب اما اوصل لك المعلومه اوصلها لك كامله. ثانيا يا صاحبي ده اكونت الشخصي وانا اقول فيه اللي انا عايزه واعمل فيه اللي انا عايزه، علشان بس ايه الناس الكتير قوي دخلت واتكلمت عن نقطه ان انا بطول. هتبدا طبعا تصفي الرمل كويس وتبدا بقى تتاكد ان الرمل ما فيهوش اي حاجه ماشي. على ما تصفي النار كده شغل النار بتاعتك على البوتاجاز، وما تحط الرماله سيبها تسخن شويه مثلا توصل لدرجه حراره 100 ولا حاجه علشان ما تطولش معاك قوي في الفنجان. على ما تلقم قهوتك وبتاع تكون هي الرماله سخنت وظبطت. هنا اعمل فنجانين قهوه، وتقدر تعمل على الطبق كمان 3 فناجين، وتقدر تستخدمه لمده اسبوعين 3 وبعدين تغير له الرمل وتستعمله على طول ومش هيبوظ منك.